بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بألف خير. نحن الآن في نهاية عام 2022 ودخول عام 2023. قناة كنوز ثقافية تهنئكم بهذه المناسبة وتقدم إليكم بعض التهاني من الشخصيات الفنية والرياضية. محمد صبر الربيعي، رئيس مؤسسة كنوز ثقافية ومدير قناة كنوز ثقافية. بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية أهنئ الشعب العراقي الحبيب بهذه المناسبة، ويا رب يا رب أيام قادمة سعيدة وأشهر سعيدة وسنين سعيدة، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة قدوم عام 2023 أتقدم بالتهنئة إلى العراق الحبيب وإلى الأمة الإسلامية. نتمنى يا رب أنه هذا العام يلم الشمل لكل مغترب ولكل مقيم، وأن نجتاز كل الصعاب، وهذا أملنا بالله قبل كل شيء. كذلك أتقدم بالتهنئة إلى قناة كنوز الثقافية. هذه القناة الجميلة اللي دائما تتناول مشاكل المجتمع، إن شاء الله نتمنى لها التطور والازدهار. ويحضرني أيضا التهاني للإعلامي الأستاذ محمد صبر الربيعي، ونقول له يا رب إن شاء الله هاي العام عام 23 عام خير على الجميع. أخوكم الفنان سلام داغر. نهنئ الشعب العراقي بحلول العام الجديد سنة 2023، متمنين أن تكون سنة خير ومحبة وتوحد بين الشعب العراقي. نتمنى الخير لبلدنا ولجميع أبناء شعبنا، خصوصا بعد زوال أهم شيء هي الانتصار على داعش وتحرير جميع الأراضي العراقية. أتمنى تكون سنة إعمار وبناء وأفراح لجميع أبناء الشعب العراقي. رياض هادي، إعلامي رياضي. بمناسبة العام الجديد أحب أقدم أزكى التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي، ويا رب يكون عام خير وعام بركة وعام محبة وسلام على العراق والعراقيين وعلى العالم أجمع إن شاء الله. يا رب هذه السنة سنة خير على العراق وعلى العراقيين وعلى العالم أجمع. أخوكم الممثل صادق الوالي. سنة سعيدة وكل عام وشعبنا بألف ألف ألف خير يا رب. يا رب سنة 23 سنة سعادة، سنة محبة، سنة أمان واطمئنان، سنة تغيير، سنة خدمات. شعبنا يستحق كل خير، يستحق. هاي العيون الحلوة، هاي الجباه السمراء، هاي النفوس الطيبة اللي امتلكوها العراقيين يستحقون كل خير. أجمل التهاني وأرق الأمان إلى الشعب العراقي العظيم، وإلى الشعب العربي بشكل عام، وإلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة. قدم لهم بالورود والتهاني والفرح والحياة الحرة الكريمة. كل عام وانتم بخير. وإلى قناة كنوز الثقافية، هذه القناة الشبابية الرائعة، تحياتي إلها وإلى كادر، وأتمنى لكم التوفيق والشكر. كل عام وأنتم بخير. الفنان عبد الأمير الصغير. بمناسبة العام الجديد 2023 نهنئ الشعب العراقي ونهنئ قناة كنوز الثقافية بهذه المناسبة، ونتمنى أن يكون عام خير وبركة وأمان واستقرار ورفاهية للشعب العراقي. تحياتي لكم الفنان وليد العباسي. أغلب النهايات تكون صعبة، ولكن أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هاي السنة على خير، ونبدأ بعام سعيد وسنة أمان وسنة محبة وتفاني وإنجاز إن شاء الله. أهنئ شعبي وأهنئ كل المحبين كل العراقيين بعام ميلادي سعيد إن شاء الله، ويا رب سنة محبة وسلام وتحقق كل الأمنيات. أخوكم حسين بديع، قناة العراقية.